السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد ودائما الجديد مع قناة عقارات الريف القنيطرة، القناة اللي كتشكركم على الدعم ديالكم، وبالفضل الدعم ديالكم كتشوقونا باش دائما نتواصلوا معكم ونوصلوا لكم جميع المعلومات العقارية على جميع التجزئات التي تتواجد بمدينة القنيطرة. موضوعنا اليوم على تجزئة اليونس حلالة، اللي من أحسن التجزئات التي تتواجد بمدينة القنيطرة. لقات واحد الإقبال كبير من الجالية المقيمة بالديار الأوروبية وكذلك المدن المجاورة لمدينة القنيطرة. نعطيوكم بعض المعلومات على التجزئة ونعطيوكم واحد البقعة للبيع مسجلة ومحفظة. الثمن ديالها 70 مليون قابلة للنقاش. بالنسبة للمساحة ديالها 90 متر كي كتلاحظوا معايا في الفيديو. بالنسبة للتجزئة كيتواجدوا فيها بزاف ديال المرافق وكذلك الشوارع 12 وال20 وال15. بالنسبة لهاد التجزئة تجارية 100%. كاع البقع اللي فيها المساحة ديالهم 104 أو 90 متر تجاريين كيتواجدوا كاملين في الشوارع، ما كاينش الزناقي. هذاك الشيء علاش قلت لكم راه التجزئة لقات واحد الاقبال كبير من الجاليه المقيمه بالديار الاوروبيه. بالنسبه للبناء جوج ديال الطوابق وما زال تحت، كي كانت عندك 90 كي كانت عندك 104 المتر. بالنسبه للفيلات كيتواجدوا المساحه ديالهم 320 متر كي كتلاحظوا معايا في الفيديو. هذه هي الدخله ديال التجزئه اللي معروفه بالنخل، الشارع الثلاثي اللي كيهبط حتى الرومبا التحتانيه. وكاين الفيلات كي كتلاحظوا معايا، كاين الفيلات 320 متر وكاين 400 متر كي كتلاحظوا معايا في الفيديو، كاين 400 متر. بالنسبه للمسجد اللي معروف في تجزئه اليونس حلاله كيتواجد حدا المرافق، الكوليج، حمام ديال السبا، كاين الجامع، كذلك كاين مرافق سونتر سبورتيف، يعني مرافق اللي تحتاجهم انت ووليداتك ان شاء الله. الا كنتي مهتم وباغي شي بقعه، وحتى لا عندك شي بقعه وباغي تبيعها، ما عليك الا تواصل معنا على الرقم التالي 06 60 16 21 82. اما بالنسبه للبقع اللي كيتواجدوا وسط التجزئه المساحه ديالهم 104 المتر وكاين 90 متر. كاين الشوكات وكاين وجه واحد يعني فاس، وكاين بعض البقع اللي كيتواجد فيهم باركينغ كي كتلاحظوا معايا. الاغلبيه ديال البقع عندهم مجازه وجوج ديال الطوابق وباركينغ، وكاين اللي ما عندهمش الباركينغ كي كتلاحظوا معايا في الفيديو. اليوم قناة عقارات الريف القنيطرة جابت لكم بقعة مسجلة ومحفظة، الثمن ديالها 70 مليون قابلة للنقاش. كي كتلاحظوا معايا البقعة كتواجد قريب للسبيطار، قريبة للتيران وقريبة للكوليج وكذلك دار الطالب، وكاين لاكريش واحد اسباس فيرت وسونتر دو سانتي. كي كتلاحظوا معايا البقعه كتواجد هنا قريبه الفيلات وقريبه الميزون دفيل. بالنسبه لهاد البقعه هذه كتواجد على الدخله الاولى اللي كتفوت البراج ديال البوليس، والدخله الاولى ماشي الدخله ديال التجزئه، الدخله الاولى اللي كتكون جاي من البراج كتفوت البراج ديال الشرطه. كي كتلاحظوا معايا ممكن تدخل تهبط للبقعه نيشان، الموقع ديالها زوين، والبقعه الثانيه شوكه، الشارع ديالها 12، المساحه ديالها 90 متر كي كتلاحظوا معايا في الفيديو، وحتى الموقع ديالها زوين بزاف. هاد التجزئه راه لقات واحد الاقبال، وكتلقى الاقبال في هاد الشهوره ديال 5 و6 و7 و8، لان الاغلبيه ديال الجاليه كيدخلوا. بالنسبه للتجزئه فيها الاضاءه، الناس ساكنين ومستقرين هما وليداتهم. بالنسبه للمرافق كاين بعض المرافق وكاين المرافق اللي في طور الانجاز. المهم هو الاضاءه كاينه في التجزئه. كنشكروكم على الدعم ديالكم على القناه عقارات الريفي القنيطره، وهذا الشيء كامل كيرجع للفضل ديالكم. واذا كنتي مهتم انت او انتي وباغي شي بقعه في هذه التجزئه، راه عندنا اثمنه في المستوى واثمنه مناسبه، وكاين بعض البقع اللي
مدفوعه فيهم دفعه او جوج دفعات، هما اليوم باغيين يكملوا، ممكن دير ترونسفير وتمشي للشركه تكمل الدفعه الثالثه او الدفعه الثانيه، ودير ترونسفير وكتولي البقعه بالاسم ديالك الى كتاب ان شاء الله. كنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.